تخيل معايا الملكه ديالك كتعطيك امر واحد واضح، غتقلب ليا على شكون اللي كان راكب على التنين شيب ستيلر وغتقتلو، ولكن ملي كتوصل وكتلقى هاد الشخص اللي خصك تقتلو كتعرف بانه بنتك. ودابا عندك جوج ديال الاختيارات، اما تطيع الملكه ديالك وتقتل بنتك او لا تكذب عليها، ولكن هاد الكذبه هادي تقدر تكلفك حياتك مستقبلا. ولكن هادي ماشي هي الكارثه الوحيده اللي غتوقع اليوم. في مدينه اخرى كاين امير صغير ما عمره ما قتل في حياته، غادي يجيبوا ليه راجل وغيحطوه قدامه وغيطلبوا منه حاجه وحده، يحرقوا حي. وفي نفس الوقت كنشوفوا ايغون هارب مدمر، غادي يرجع للبلاصه اللي تبدلت فيها حياته كامله، وغيلقى تما واحد الحاجه اللي كان كل شيء كيقول القصه ديالها سالات. والسؤال المطروح، واش فعلا القصه ديالها سالات او لا كاينه شي حاجه اخرى غنكتشفوها دابا. الحلقه الرابعه يمكن ما تكونش فيها معركه كبيره، ولكن القرارات اللي غتخاد فيها اليوم غيكون الثمن ديالها غالي بزاف مستقبلا. مرحبا بكم في زيرون ويلا نبداو. الحلقه كتردنا مباشره لتمبليتون، المدينه اللي عرفنا في الحلقه اللي دازت انها طاحت بين يدين الجرينز. اورماند قدر يقلب اللعبه على رينيرا ودار راسو استسلم، عطاهم واحد الشخص على انه دايرون، ولكن دايرون الحقيقي باقي معاه. ودابا اورماند عنده امير صغير وعنده تنين، ولكن ما عندوش قاتل. وهذا الشيء بالضبط اللي باغي يصنع اورماند من دايرون، باغي يردو قاتل، حيت دايرون مختلف بزاف على ايمند وايغون، ما عندوش نفس القسوه ديال خوتو. ولكن بالنسبه لاورماند الحرب ما محتاجاش شي واحد درويش، الحرب محتاجه سلاح حقيقي. وهنا كيجي ليو وكيجيبو قدام دايرون وكيطلب منه يدير واحد الخطوه جريئه في الطريق ديالو اللي من موراها ما عمره ما غيعاود يرجع كيف ما كان. وكنشوفوا دايرون ما باغيش يقتل الانسان ومتردد، واورماند باغي يوريه ان الاسم ديال تارجيريان ماشي اسم عادي، والتنين اللي عنده ما عنده حتى قيمه الا ما كانش قادر يستعمله. وفي النهايه دايرون كيتجاوز الخط وفعلا كيحرق هذا الانسان على قيد الحياه. وهنا خصنا نركزوا على واحد الحاجه، المشكل ماشي في ان دايرون قتل، المشكل هو ان دايرون تجاوز المرحله ديال القتل. كيف ما كنعرفوا بان المره الاولى هي اللي كتكون صعيبه، اما المره الثانيه كتولي سهله. ودابا الجرينز ولا عندهم لاعب جديد في الفريق، وماشي غير بوحدو، حتى هو عنده تنين. ونرجعوا لكينغز لاندين، رينيرا حققت الحلم ديالها، العرش عندها والعاصمه ديالها، ولكن باقا غارقه في المشاكل. المدينه باقي فيها الجوع، الخزينه خاويه، والحرب مازال ما سالاتش. والناس اللي كانت كتظن انهم غيستقبلوها كملكه شرعيه حتى هما بداو كيتقلبوا عليها وبداو كيكتبوا في الاسوار ملكه الاوغاد. والاسم ما جاش من والو، حيت رينيرا ولات معتمده على الدراغون سي او الناس اللي كيملكوا الدم ديال العائله تارجيريان واخا هما غير شرعيين، ولات كتعطيهم التنانين. وهذا الشيء اللي خلى الشعب ما يعجبوش الحال. القوه ديال العائله ما غتبقى ساويه والو الا كان واحد من الشعب غيجي وغيركب فوق التنين. هذا الشيء كيهدد النظام كامل في ويستروس. وهنا رينيرا ولا عندها مشكل جديد، ربحات القوه العسكريه ولكن بدات كتخسر جزء كبير من الشعب. وفي وسط هذه المشاكل كورليز باقي عنده القضيه ديال الين وادام، جوج رجال تبتوا راسهم في الحرب، واحد قدر يركب على التنين وقدر يعاون رينيرا، والثاني حتى هو تبت راسه في البحر. ودابا كورليز باغي يدير الحاجه اللي تعطل عليها بزاف، وهي انه يعترف بولادو. وانت دابا عاد كبروا هما وشرفوا، عاد انت باغي تعترف بهم. وهذا الشيء هذا غيدير مشكل كبير لرينيرا، حيت هذا المشكل هذا بالضبط كانت كتعاني منه شحال هادي. وهذا الشيء كيحطها في تناقض، هي براسها كانت كتدافع على اولادها فاش كانوا كيقولوا ليها غير شرعيين، ودابا عاوتاني قدامها جوج رجال غير شرعيين. وإلا دارت داكشي اللي هما باغيين غتنوض فتنه كبيره. هما بصح عاونوها في الحرب، ولكن كل مره كتفتح الباب الواحد كتعطي سلاح جديد للناس اللي ما حاملينهاش. وفي جهه اخرى كنشوفوا ايغون مازال هارب، الملك اللي كان في واحد الوقت جالس فوق العرش الحديدي دابا ما عنده لا عرش لا مملكه، وحتى الجسد ديالو ما بقاش كيف ما كان. ولكن الطريق كيديه لواحد البلاصه اللي كانت هي السبب في هذا الشيء كامل اللي وقع عليه، روستري، البلاصه اللي مشى فيها على التنين ديالو ورجع فيها محروق. ايغون بدا كيتمشى وسط الاثار ديال المعركه، وهنا بدا كيلقى التنين ديالو وكيقول بانه باقي حي. والحلقه هنا كتخلي الباب محلول، حيت في هذا العالم الا ما شفتيش الحاجه سالات قدام عينك ما تحكمش عليها بالزربه. وبالنسبه لايغون الامل ان التنين ديالو باقي حي كثر بزاف من انه مجرد تنين، ولكن هذا الشيء غيخليه يرجع للحرب ويرجع يتقاتل على العرش اللي كان فيه. ونمشيو دابا نشوفوا دايما كيمشي للفالي باش يجيب لرينيرا الموارد اللي هي محتاجها والذهب اللي محتاجاه. وفاش كيكون راجع التنين ديالو كاراكسيس كيحس بشي حاجه ماشي هي هذه، وكيحس بانه كاين شي تنين اخر قريب ليه. وفعلا
كيمشي كيقلب عليه، وهنا كيكتشف المشكله الخطيره، وهي ان بنته راينا هي اللي كانت راكبه على التنين شيب ستيلر. ورينيرا بالنسبه لها الشخص اللي كان راكب على هذا التنين هذا هو السبب الرئيسي في الموت ديال ولدها، وطلبات من دايما انه يلقاه ويقتله. غير هو منين كيشوف شكون اللي راكب على هذا التنين كيوقف وكيلقى راسو قدام موقف صعيب بزاف، واش انه يطيع الملكه ديالو او لا يكذب ويحافظ على بنته ويخليها على قيد الحياه. وزيد عليها رينا دارت الحاجه اللي كانت كتمناها من وهي صغيره، يكون عندها تنين، ودابا عندها تنين. وإلا كان شي واحد فيكم تابع دايما من البدايه ديال المسلسل راه عارف ان هاد السيد يقدر يدير اي حاجه، ولكن يقتل بنته هذه محال. داكشي علاش كيقرر يكذب على رينيرا وكيمشي ويجيب واحد الراعي وكيقتلو وكيحرقو وكيديه ليها على اساس ان هذا هو الراكب اللي كان فوق الشيب ستيلر، حيت كان ضروري خاصو دليل باش يثبت ليها بانه ما كيكذبش. وهنا بالنسبه لرينيرا المشكل سالا والمهمه تنفذات والراكب ديال شيب ستيلر مات، ولكن كاين واحد الشخص اخر ما تيق والو من هذا الشيء، هو ميسيريا. من الاول كانت كتحس باللي شي حاجه ماشي هي هذه، دائما كيعرف يلعب بالعقل ديال الناس، ولكن ميسيريا حتى هي عاشت حياتها كامله كتقرا في الناس، والشوفه ديالها كتقول حاجه وحده، انها ما متيقه والو من هاد الهضره اللي قال. ودابا دائما دخل راسو في مشكله كبيره، كذب على الملكه، وإلا تفرشات هاد القضيه غتنوض حرب وما غيبقاوش يتفاهموا بيناتهم، والمشكل ما غيبقاش غير رينا بوحدها، حتى دائما غيدخل في هاد المشكل، ورينيرا ما عمرها ما غتعاود تثق فيه. وفي وسط هاد الروينه هادي كامله إلينا عندها مشكل اخر، كتظن بانها حامله، وإلا كان هاد الشيء بصح فالموضوع غيولي خطير بزاف، لان الحمل ديالها كيعني بانه كاين وارث جديد. الجرينز خسروا الكينغز لاندين، ايغون هرب، ايمند حتى واحد ما عرفوا فين كاين، ولكن السلاله ما سالاتش. دابا كاين وارث جديد، وكل وارث جديد يقدر يكون سبب في حرب واحده اخرى. وفي ويستروس الاطفال ما كيبقاوش غير اطفال، كيوليو مطالب وتحالفات، وبعض المرات هما اللي كيكونوا السبب في حرب جديده. ومن النهايه ديال الحلقه كنفهموا بان كل جهه عندها قنبله موقوته تقدر تفرقع في اي لحظه. رينيرا عندها العرش، ولكن الشعب باقي ما قابلش بها. دايما قدر يحمي بنته، ولكن في نفس الوقت كذب على الملكه ديالو. دايرون دخل الحرب وبدا كيتحول للشخص اللي فعلا اورماند كيقلب عليه. ايغون رجع لروكريس، والحلقه بقات مفتوحه واش التنين ديالو بصح رجع معاه. وميسيريا بدات كتشك في واحد السر اللي الا مشى حتى خرج للعالم يقدر يدير روينه ما بين جوج ديال الناس في الفريق ديال البلاكس. يعني كل شيء باين هادئ، ولكن في الحقيقه كل واحد عنده رمانه تقدر تفرقع في اي لحظه. وهنا كتسالي الحلقه الرابعه من الموسم الثالث. الحلقه وراتنا واحد الحاجه مهمه، الحرب ما كتبدلش غير الحدود والملوك، الحرب كتبدل حتى الناس. ديرون كان شخص عادي، دابا ولا قاتل. دايما كان المفروض ينفذ امر الملكه، ولكن اختار يعاون بنته. ورينيرا اخيرا عندها العرش اللي كانت كتقاتل عليه، ولكن كل نهار كيدوز العدد ديال الناس اللي ما كيحملوهاش كيتزادوا. ودابا بغيت نعرف الراي ديالكم، واش دايما بصح خدا القرار الصحيح فاش حمى بنته، ولا هاد الكذبه اللي كذب غتكون هي الحاجه اللي غتدمر العلاقه ما بينه وبين رينيرا وغتدمر الثقه بيناتهم نهائيا؟ وزيدوني في التعليقات واش كتظنوا ان سانفير التنين ديال ايغون باقي حي. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا واحد لايك وتابوناو في القناه وتابعوني في انستغرام وتيك توك وحتى الناس ديال الفيسبوك. كيف ديما الحلقه غتحط في لاباج ديالنا. كان معكم زيرون، تهلاو.